السلام عليكم والدتي. واليوم راني ثاني بغيت نعاود لكم واحد القصه وعلى واحد الانسان اللي كتكون عنده شي مرا كبيره ولا شي راجل اللي كبير في العمر يتهلا فيه ويشوف من حاله راه تيكون ضعيف، وكلنا غادي نكونوا ضعاف واحد النهار الا بقى العمر طويل. هذا قالك واحد السيد مرضي الوالدين وعنده ميمتو مهلي فيها، والمرا ديالتو كتهلا في هذيك السيده بزاف بزاف، وديما تيوصيها عليها وتيقول لها عافاك الا ما كانش اي حاجه بغات المهم ديها لها. وديك المراه كما كيقول لها داك الراجل هي اللي كدير، وكدير لها داك التفصيل ديالها وكدير لها ديك اللحيمه ديالتها، وتتم غاديه عندها لداك البيت فين كاينه ديك المراه الكبيره. وتيجي واحد الطير من السماء اللي كيخطف هذيك اللحمه وكيطير بها ديما وديك المراه ما كتقدر تقول والو، كتحط لها داكشي اللي قسم الله وكتخرج. واحد النهاريات الراجل ديالها اللي هو ولد هذيك السيده المراه الكبيره جلس داك النهاريات وجا عند امو ثاني دوي معاه وتقول لها وليدي واش ياك ما تزيرت عليك الوقت؟ قال لها كيفاش امي ما تزيرت عليا الخير، كل شيء بخير وعلى خير. قالت لي حيت شفتكم ما بقيتوش تطيبوا شي لحيمه ولا هادي. قال لها امي ديما كاين اللحم وديما كاين الخير وديما هذا. مشى عند المراه ديالته وقال لها فلانه، قالت ليه العام، قال لها واه ديما كاينه سميتو امي تتسول على ما كتحطيش لها. قالت لي هو راجلي راني انا ما قدرتش نقول لك واحد الحاجه. قال لها شنو هي؟ قالت لي راه واحد الطير فين ما حطيت تميت غاديه يتنصل باب البيت عندها وتيجي تيخطف ديك اللحمه وتيطير ما تنعرفو منين جا. قال له هذا هضره خاويه ما يمكنش. قال له عرفتي اليوم انا اللي غادي ندي لها هذاك الغدا ديالها، صايبي ليا مزيان وقالتي انا غادي ندي لها. دا الغدا كيوصل عند باب البيت ديال الام ديالو وهو يجي نفس هذاك الطير اللي طار بديك اللحيمه وخلى داك الطبيسيل فيه ديك الخضيره، ودخل وسكت حط لها ديك البركه وخرج. بقى تيقول مع راسو واش هاد الشيش هادو قوي. يقول لها عاوتاني عاودي صايبي ليا تفصيل اخر خليني ندخلو لامي. عاودت صايبات ليه التفصيل ودخلو، وفعلا داكشي اللي دار هو اللي كاين. وهو يجي عند الام ديالو ويقول لها امي بغيت نسولك واحد السؤال اسمحي لي. قالت له وليدي قول لي اش بغيت تقول لي شنو؟ قال لها امي راه حنا ديما تنصيبوا ديك البركه وتنجيبوها حتى لباب البيت عندك وتيجي طير ما تنعرفوها منين جات يخطفها وتيطير وهي تزيد تتبكي. قال لها امي علاش تبكي؟ هي تقول لها وليدي هاد البيت اللي ناعسه فيه انا، اللي جالسه فيه انا دابا، كانت فيه العكوزه ديالتي اللي هي جداك، وكانت مرا بصيره وكان ما عنديش العقل، وكانوا ملي تيصايب لها باك الله يرحمه اللحيمه وداك الشيء كنجي حتى لباب البيت وكنجلس ناكلها وتندخل لها التبصيل ما فيه والو. وانا وصلت هذاك الشيء الله اللي كيحاربني ما هي ما حاربتني ما والو. وهي تولي كتبكي وندمات ولكن ما كتنفع ندماش، ندمات بزاف على داك الشيء اللي دارت من قله عقلها. والله سبحانه يغفر لكل واحد ذنوبه الى تاب الله سبحانه. وهذه هي القصه ديال اليوم. واللي عنده شي حد كبير في الدار ديالو ما يبخلش عليه بالرحمه ديالته، اللي راه الرحمه ديال الله هي اللي سبق من الرحمه ديال العبد، ما يبخلش عليه باي حاجه ويحن فيه ويرحم ضعفه. الله يرحمه